أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا. صدق الله العظيم. أيها السادة، أيتها السيدات، السلام عليكم. في مثل هذا اليوم، أي 8 ماي من سنة 1945، خرج الشعب الجزائري في مظاهرات سلمية. خرج في بعض المناطق، لكنه خرج بقوة في خراطة وضواحيها، في سطيف وضواحيها، في قالمة وضواحيها، مطالبا بالحرية والاستقلال ومنددا بالاستعمار والاحتلال، وليس مطالبا فرنسا بالوفاء بوعودها بإعطائنا الاستقلال كما يقول البعض. بالله عليكم، متى كانت فرنسا وفية لوعودها؟ اللهم إلا وعود القتل والتنكيل وحرق المواطنين الجزائريين في المغارات وفي الأفران. كيف نطالب ذلك من فرنسا والأرض لها كما يقول ديدوش مراد؟ إن الجزائر في نظر الاستعمار ليست مستعمرة. Elle n'est pas une colonie. إنها دستوريا أرض فرنسية. هكذا يقول ديدوش مراد. إن فرنسا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 45,000 مواطن جزائري استعملت القوات البرية والقوات البحرية وحتى القوات الجوية، حيث أن مجلة الجيش الأمريكي كتبت ونشرت بعد أسابيع من الإبادة بأن الطيران الحربي الفرنسي نفذ 4500 غارة جوية. يعني غارة جوية وليست طلعة جوية، يعني غارة تنفذ وتقتل كل من يكون فوق الأرض من الجزائريين. وتقول لمدة أسبوعين المجلة الجيش الأمريكي، وشهد شاهد من أهلها 4500 غارة جوية لمدة أسبوعين. وهذا يؤكد بأن 8 ماي ما هو إلا بداية المجازر، حتى أن كذلك المؤرخ الفرنسي المشهور والمعروف أوليفيه لوكور منذ أقل من 3 سنوات كتب وصرح بأن المجازر دامت عدة أيام. إن ما فعلته فرنسا ليس في إطار ردة فعل فقط على هذه المظاهرات، بل هذا تخطيط كان مبرمجا وكان مسطرا منذ أشهر، منذ لربما الفكرة منذ القديم، منذ سنوات، لكن تجسدت ابتداء من 8 ماي 45. فكانت ما قامت به فرنسا يدخل في إطار القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وأمام هذه الجرائم، أمام هذه الإبادة، قرر الشعب الجزائري إسقاط فورا فكرة نيل الاستقلال بالوسائل الدبلوماسية، وأدخل فكرة لا سبيل للاستقلال، لا طريق للحرية إلا برنة البارود ونغمة الرشاش. وهكذا تطبيق كذلك ما قاله ديدوش مراد. ماذا قال ديدوش مراد؟ فمطلوب من هذا الشعب أن يقود كفاحا عسيرا، ومطلوب من هذا الشعب أن يقدم تضحيات لم يسبق لأي شعب في العالم أن قدمها في كفاحه ضد المستعمر. لا طريق للاستقلال كذلك إلا كما قال مصطفى بن بلعيد: والله ثم والله سنشعلها حربا ضروسا، فإما أن ننتصر جميعا أو نحترق جميعا. وأمام هذا الوضع
كذلك تبلور الوعي الوطني، وأنشئت المنظمة الخاصة l'Organisation Spéciale لوس يعني، وبدأ التحضير لنهاية فرنسا. بدأ التحضير لليلة لن تنساها فرنسا إلى يوم الدين. تحيا الجزائر، السلام عليكم.